ازيكم عاملين ايه؟ مطروح تاني اكبر المحافظات في مصر وربنا حباها بشواطئ من اجمل شواطئ العالم. في جولة النهاردة هنلف على اجمل 7 شواطئ في مطروح، ولكن بعد الفاصل. شاطئ عجيبة من أجمل شواطئ مطروح، عبارة عن وادي بين جبلين، طبيعة ساحرة ومن أجمل أماكن التصوير والاستجمام. واحنا داخلين بياخدوا 5 جنيه من كل واحد. موجود جراج مجاني لعربيات، موجود كافيه وقعدة على البحر رائعة هنشوفها واحنا خارجين. لكن تعالوا نشوف إبداع الخالق وجمال البحر وروعة ألوان المية والتناغم والتناسق الرهيب بين ألوان الجبل والرملة وتدريجات المية في البحر. سحر وجمال ليه العجب، علشان كده سموها عجيبة. عجيبة هي أبعد شواطئ مطروح ناحية الغرب. زي ما قلنا الوادي تحت، وبالتالي بننزل بسلم طويل بس هو مريح. تعالوا ننزل ونقرب ونستمتع بالجمال اللي ملوش مثال ده. موجود شماسي للإيجار، اليوم بيبقى ب100 جنيه، ولما تبقى زحمة ممكن يقول لك 150 للشمسية وال4 كراسي. موجود حصان لو حد عايز يعمل لفة على البحر. وفي المكان الجميل ده للتصوير باب الحياة. تعالوا ندخل جوه ونكتشف الجمال. المية كريستال كريستال، مفيش أنقى ولا أجمل ولا أروق من كده. لكن عجيبة هو شاطئ للتأمل والتصوير والاستجمام، غير مخصص لنزول المية. هتقولوا لي ما في ناس في المية، هقول لكم صحيح، بس هو ممنوع نزول المية في شواطئ عجيبة كليوباترا. هي شواطئ للزيارة فقط. الموج النهارده هادي، لكن لما بيبقى عالي المية بتغطي لغاية الصخور لغاية الجبل كده، ونزول المية في الأجواء دي بيكون خطر لانه بيبقى فيه سحب. شايفين الجمال؟ طبيعه الصخور هنا صخور رسوبيه، طبقات فوق بعضها، محتاجه دراسه واستكشاف لتاريخها. لكن اللي حاصل هو كتابه للاسماء للذكرى وتخليد الزياره. قلوب في كل حته بتجمع اسماء الكابلز على طريقه جاء هنا فلان الفلاني. لوحات سرياليه مكتوبه ببقايا الفحم الناتج عن عمليات شوي اللحوم والفراخ داخل فتحات الجبل. بالمناسبة تقدروا تجيبوا معاكم ما يلزم لعمل حفلة شواء معتبرة. وفي اكتشاف حوالين حضراتكم دلوقتي، هو الراجل الطيب ده حاطط اعداد بدوي او عربي، اعداد ولا اروع، حاططها تحت سفح الجبل زي ما بيقولوا. بيأجر القعدة دي ب200 جنيه في اليوم، وانا كنت جاي متأخر خدتها منه ب150 جنيه. لكن روقان وموضوع تاني خالص غير الشماسي. يبقوا جربوها هتدعوا لي. والراجل عنده استعداد للامداد والتموين بادوات الشوي، وعنده الخبره الكافيه لتجهيز المكان المناسب للشوي. بس طبعا انتوا اللي بتجيبوا الاكل بتاعه. شايفين القعده بتاعت الكافيه على حرف الهضبه، قعده رايقه وفيو ولا اروع. حبيت اوريها لكم من هنا. هي مناسبه لو معاكم حد كبير في السن ومش هيقدر ينزل ويطلع السلم ده كله، فحل كويس تخلوه يقعد في الكافيه، هو هيستمتع وانتوا كمان. لما نطلع اخليكم تشوفوا المنظر من فوق عامل ازاي. الكافيه ليه جزئين، الكافيه نفسه والقعدة الجميلة اللي شفناها واحنا تحت. طبعا القعدة على حافة الهضبة احسن واجمل، لكن عيبها ان مفيش فيها كهرباء لو حد عايز يشحن التليفون بتاعه او اي حاجة. الاسعار معقولة وعادية والفيو رائع واستثنائي، لكن طبعا الوادي تحت مفيش اجمل منه.
انا صورت لحضراتكم المنيو بتاع الكافيه علشان تعرفوا الاسعار. ده كان اول شاطئ معانا، شاطئ عجيبة الساحر، من اروع الاماكن في العالم مش بس في مصر. مكان واجب الزيارة، ما ينفعش تيجي مطروح وما تجيش عجيبة. تعالوا نسيب عجيبة ونروح الغرام، او بمعنى ادق شبه جزيرة الغرام. يلا بينا. شاطئ الغرام شاطئ عالمي من اجمل الشواطئ في العالم. وليلة الشاطئ عبارة عن شبه جزيرة زي ما احنا شايفين، لسان رملي، رمال من اروع ما تكون، ومياه شفافة والوان فيروزية. الشاطئ ليه معدية من البلد بنركبها من عند مينا البوسيط، ودي اول طريقة نيجي بيها الشاطئ. نروح ونرجع بالمعدية في 5 دقايق، بتبقى في الشاطئ. سعر المعدية 10 جنيه الفرد، او طبعا بالعربية. وممكن تيجي بالمواصلات العامة من موقف اسمه موقف القصر عند البنك الأهلي، اسمه موقف الغرام وعجيبة، بيجيبك لغاية البوابة دي. لو معاك عربية بتدخل بيها، وسعر الدخول شامل جراج العربية. الشاطئ فيه كل الإمكانيات والسبل اللي تخليك تقضي يوم من أحلى وأجمل ما يكون. من أجمل الشواطئ المصرية على الإطلاق، ومناسب جدا للأطفال، ومن الشواطئ الآمنة حتى في حالة النواد وارتفاع الأمواج. المكان ده هو السبب في شهرة مطروح، واللي عرف مطروح للناس من خلال ظهور الشاطئ في فيلم ليلى مراد شاطئ الغرام. في إعلان الفيلم ده سنة 1950 كانوا بيقولوا اتحاد الفنيين يفخر بأن يقدم أروع قصة عاطفية كتبت للشاشة. شاطئ الغرام قصة حب تحنو عليه الطبيعة فيزدهر على ساحل مجهول حتى ينمو ويشتد. وليلى مراد غنت أغنية بحب 2 سوا، المية والهوا، على الصخرة اللي اتسمت باسمها صخرة ليلى مراد. من ساعتها مطروح حازت على قلوب كل اللي زارها أحلى وأجمل طبيعة في أروع وأفضل شاطئ في مصر. اعترافا بالجميل اتسمى الشاطئ باسم الفيلم، واتعمل تمثال ومسرح لليلى مراد. الممر الفخم ده بيوصلنا للشاليهات الموجودة في الشاطئ ومنها للبحر. شاطئ الغرام هو الشاطئ الوحيد اللي بيحتوي على شاليهات لعمل دي يوز، فقط دي يوز، مفيش مبيت. بتاخد الشاليه مواعيد فتح الشاطئ. الشاطئ بيفتح من الساعة 7:30 الصبح لغاية الساعة 7:30 المغرب. رسم الدخول 80 جنيه الفرد، شامل الكراسي والشماسي والخدمات، يعني استخدام الحمامات والإتشاش وباركينج السيارات. لكن في تركاية في الدخول، وهي انك لو هتدخل الشاطئ لوحدك، يعني فرد واحد، بيدفع 80 جنيه لكن بياخد كرسي فقط من غير شمسية مع الخدمات. لو الفرد ده عايز شمسية بيدفع 185 جنيه بدل 80 جنيه، وهياخد شمسية وكرسيين. ولو 2 هيدفعوا 185 جنيه وياخدوا كرسيين وشمسية. من 3 وطالع الفرد ب 80 جنيه شامل كل حاجة. الأطفال من سن 8 سنين تذكرة كاملة يعني ب 80 جنيه. في حاجة اسمها تذكرة دخول التصوير فقط، دي بدون خدمات، ودي سعرها 30 جنيه لكن عبارة عن 1.5 ساعة بس، من الساعة 6 لغاية الساعة 7:30. بالنسبة للشاليهات، الشاليه إيجاره في اليوم 800 جنيه من الساعة 9 لغاية الساعة 7، بحد أقصى 10 أفراد. يعني لو انتوا أسرة كبيرة ممكن كل 10 ياخدوا شاليه، وهيكون بنفس سعر الدخول 800 جنيه ل10، يعني 80 جنيه الفرد. كل شاليه ليه قاعدة قدام الباب بتكون شايفة البحر، والشاليه ليه بابين، بيبقى فيه ريسبشن موجود فيه انتريه صغير، كنبة وكرسيين، وموجود معاهم سرير سفري زي ما حضراتكم شايفين. موجود اوفيس فيه صواني وكوبايات، وفيه حوض غسيل، وموجود كاتل، وطبعا في حمام. شاطئ الغرام موجود فيه كافيتيريا بتقدم مجموعة خفيفة من المشروبات السخنة والساقعة، موجودة جنب الشاليهات. أنا صورت برضو لحضراتكم المنيو، منيو بسيط. براد الشاي ده ب40 جنيه، وإزازة المية الصغيرة ب10 جنيه. تعالوا بقى ننزل على الشاطئ. زي ما قلت لحضراتكم شاطئ الغرام من الشواطئ الآمنة في مرسى مطروح، وهنشوف الأطفال يقدروا يدخلوا لمسافات كبيرة. لكن في الجزء الموجود عند صخرة ليلى مراد ممنوع النزول لأنه بحر مفتوح، فرجاء النزول في الأماكن المخصصة، وهنلاقي إنها مفروشة بالشماسي. الشاطئ كبير ما شاء الله، واللسان كله ممكن يتفرش شماسي في حالة ازدحام الشاطئ. كل الأنشطة البحرية موجودة في الشاطئ. الشاطئ يعتبر للعائلات، علشان كده بيدفعوا الفرد اللي جاي لوحده 185 جنيه لو عايز شمسية.
وبالنسبة لمجموعات الشباب بيخلوهم يقعدوا في الصفوف الخلفية ابتداء من خامس صف فيما فوق. ممنوع اصطحاب الحيوانات او نزولها الشاطئ مجهز بعدد كبير من الحمامات والتشاش. الرملة، المية، الاجواء، مفيش افضل ولا اجمل من كده. شاطئ من الشواطئ المميزة من جميع النواحي. شاطئ الغرام اختيار اول ومثالي لنزول المية في مطروح. من اهم واجمل الشواطئ في مطروح شاطئ كليوباترا او حمام كليوباترا. زيه زي شاطئ عجيبه، حمام كليوباترا هو مكان للزياره غير مخصص لنزول الميه. طبيعه رائعه واماكن لا مثيل لها للتصوير. تعالوا نكتشف المكان واحنا بنحكي حكايه كليوباترا. انتهى العصر مصر القديم، عصر اسرات الفراعنه، بدخول الاسكندر الاكبر وتاسيسه لمدينه الاسكندريه 331 قبل الميلاد، ومات قبل ما يشوفها. والامبراطوريه العظيمه اللي سابها اتقسمت بين القادة بتوعه، وكانت مصر من نصيب بطليموس الأول اللي أسس دولة البطالمة، وحكم مصر البطالمة من الأول لغاية بطليموس ال 12. بطليموس ال 12 ده أبو كليوباترا السبعة. ما احنا عندنا 7 كليوباترا. كليوباترا المشهورة هي رقم 7. اتولدت في مصر 69 قبل الميلاد. بعد موت أبوها بطليموس ال 12 كليوباترا اتجوزت أخوها بطليموس ال 13، وده كان تقليد فرعوني عشان يحافظوا على الدم الملكي. اخوها كان عيل عنده 10 سنين والكليوباترا كان عندها 18 سنة ساعتها، واشتركوا الاثنين في حكم مصر. لكن كليوباترا طبعا كانت الحاكم الفعلي. في ناس خوف اخوها وحرضوه على قتلها علشان ينفرد بحكم مصر. كليوباترا عرفت وهربت واستعانت بالبدو وكونت جيش، واتقابلوا في حتة اسمها بولوزيوم اللي هي بورسعيد دلوقتي، والقتال شغال بينها وبين اخوها. وصل اسطول يوليوس قيصر على مشارف الاسكندرية، وتدخل يوليوس قيصر للوساطة بينهم. حاولت كليوباترا تقابله ونجحت في مقابلته، بس خلاص عرفتوا انتوا اللي حصل. ما تعرفش كليوباترا كانت بتعمل ايه او تأثيرها ده جايباه منين. يوليوس قيصر شافها وقع في غرامها وانحاز ليها على حساب اخوها، وقرر اعادتها على عرش مصر. وبدأت علاقة تاريخية بين كليوباترا ويوليوس قيصر. اخوها حاول يحرض جماهير الاسكندرية. الاسكندرية كانت ساعتها عاصمة مصر. طول العصر اليوناني والروماني الاسكندرية عاصمة مصر، وقاموا بحصار كليوباترا ويوليوس قيصر في القصر الملكي. وبدأت حرب اسمها حرب الاسكندرية، انتصر فيها طبعا يوليوس قيصر وكليوباترا، وده كان 47 قبل الميلاد. وتم قتل بطليموس 13، وكليوباترا اتسلمت عرش مصر مع اخوها الاصغر بطليموس 14. وقعد قيصر جنب كليوباترا 3 شهور. انجبت منه طفل سمته بطليموس قيصر او بطليموس 15. روما اتقلبت وقلبوا على قيصر، وبعد سنوات تم اغتياله في روما، وتقسمت الامبراطورية الرومانية بين 2 من اعظم القادة بتوع يوليوس قيصر، وهم اوكتافيوس وانطونيوس او مارك انطونيو. وقرر اوكتافيوس انه يضم مصر للامبراطورية الرومانية، ومارك انطونيو كان عايز ينفرد بحكم الامبراطورية الرومانية. المهم جه مارك انطونيو لمصر. كليوباترا قعدت برضه تحاول انها تقابله، وعملت حيلة، لفت نفسها في سجادة خرجت له منها علشان ما نطولش. انطونيو راخر اصابه سحر كليوباترا ووقع في حبها، وتلاقيه اصلا كان بيسمع عنها قبل ما يشوفها من القائد بتاعه يوليوس قيصر. مارك انطونيو قرر الزواج من كليوباترا، ودي كارثة لسببين. مارك انطونيو كان متجوز من اخت اوكتافيوس وكان اسمها اوكتافيا. السبب الثاني ان القانون الروماني بيمنع الزواج من غير الرومانية، وده تسبب في عداوة بين اوكتافيوس ومارك انطونيو، وكان سبب في تقسيم الامبراطورية الرومانية لشرق وغرب. يعني كليوباترا قسمت الامبراطورية الرومانية لشرق وغرب. كان الشرق بما فيه مصر من نصيب مارك انطونيو، والغرب طبعا من نصيب اوكتافيوس. كليوباترا حبت بجد مارك انطونيو، جهزت معاه جيش، وحصلت معركة اسمها معركة اكتيوم البحرية في اليونان. دي كانت 31 قبل الميلاد. اوكتافيوس كان ليه الغلبة، وانطونيو فقد سفن كتير وتم حصاره. حاول المقاومة لكن اوكتافيوس وصل على مشارف الاسكندرية 30 قبل الميلاد، واتشاع خبر كاذب ان كليوباترا اتقتلت. الخبر ده وصل لمارك انطونيو، ففضل
فصل الموت عن الحياة بدون كليوباترا وانتحر. كليوباترا سمعت بهزيمة زوجها أنطونيو وانتحاره، فقررت هي كمان الانتحار، واتقال إنها اختارت الموت على الطريقة المصرية عن طريق الكبرى المصرية. الكبرى أحد الرموز الفرعونية، وكانت دايما ما توجد على تيجان الفراعنة، وضعته كليوباترا على صدرها، والكبرى خلصت الموضوع. يقال إنها انتحرت عشان تحرم أوكتافيوس والمجتمع الروماني الكاره لكليوباترا من إذلالها، لأن أوكتافيوس كان ناوي ياخدها في موكب انتصاره لروما في وسط الجماهير الرومانية علشان يشفي غليل الرومان. وقتل ابنها من يوليوس قيصر اللي هو بطليموس قيصر، لأنه بيعتبر وريث لعرش مصر من أم كليوباترا، وفي نفس الوقت وريث لعرش روما من أبوه يوليوس قيصر. أوكتافيوس قتله وريح نفسه. كليوباترا حكمت مصر 20 سنة، اتكتب عنها قصص واتقال فيها أشعار واتعمل أفلام سينمائية ملهاش عدد. شكسبير نفسه عمل مسرحية لأنطونيو كليوباترا، وأمير الشعراء أحمد شوقي كتب مسرحية كان بيمجد فيها كليوباترا. ده الممشى الزجاجي، طوله 72 متر وعرضه 4 متر، اتعمل لتسهيل الوصول لحمام كليوباترا الكهف اللي موجود في آخر الممشى. إزاز الممشى كان بيتكسر في الشتاء بفعل الأمواج، فهم اتعلموا يشيلوه في الشتاء ويركبوه تاني في بداية موسم الصيف. الحمام عبارة عن كهف طبيعي ليه 4 فتحات، فتحة تعتبر مدخل الكهف، وفتحة بتدخل مية البحر، وفتحة المية بتخرج منها، وفتحة في سقف الكهف بتسمح لأشعة الشمس والهواء بالدخول، وبالتالي تدفئة طبيعية لمية البحر. بيقال إن كليوباترا كانت بتيجي هنا للاستحمام والاستجمام لساعات داخل الحمام. وبعد ما سمعنا قصتها نعرف ان عندها من الروقان واعتدال المزاج اللي يخليها تعمل حاجة زي كده، لان فعلا انك تقعد شوية داخل الحمام خصوصا لو رايق زي كده وتشوف وتسمع مية البحر وهي داخلة للكهف وخارجة منه، وتبص المنظر السماء من داخل الكهف وتستمتع بالمية الدافية بفعل الشمس. جاكوزي طبيعي، واكيد الكهف كان ممهد ومجهز بشكل مختلف عن دلوقتي. روقان يتماهى مع الشخصية الساحرة والمثيرة اللي اتكلمنا عنها. نسيت اقول لكم ان بنهاية كليوباترا انتهت دولة البطالمة في مصر، وبدأ الاحتلال الروماني، واصبحت مصر تابعة للامبراطورية الرومانية. اجمل واروع المناظر الطبيعية ممكن تشوفها هنا في شاطئ كليوباترا، وهو شاطئ طويل، وفي مكان رائع عايز اوريه لحضراتكم. انت ممكن تقضي اليوم هنا ب10 جنيه فقط لا غير، وده سعر الدخول. وممكن تجمعوا بين شاطئ الغرام وكليوباترا لانهم جنب بعض والمسافة بينهم دقايق معدودة بالعربية. هنشوف بعض المشاهد الرائعة ونروح نكمل جولتنا في شواطئ كورنيش الجديد. في الأول عايز أشرح لحضراتكم الطريق. احنا سايبين ورانا شارع القصر وميدان البسيط، بنيجي من هناك لغاية ما نقابل التشكيل النحتي الجميل ده، عبارة عن مركب فوقها فنار ومحطوط فوق الفنار كرة أرضية. المهم لو كملنا على طول يبقى احنا هنروح عجيبة، ولو دخلنا يمين من هنا وكملنا على طول هنقابل الأول شاطئ كليوباترا على الشمال، وبعدين في آخر الطريق هنلاقي في وشنا بوابة شاطئ الغرام. لكن احنا هنمشي لغاية ما نقابل بوابة بورتو مطروح، بعدين ندخل شمال من هنا هندخل لشواطئ الكورنيش الجديد. وشواطئ الكورنيش الجديد هي شواطئ أبيض، يعني من أفضل الشواطئ في مطروح، لكنها شواطئ مفتوحة يعني موجودة على ساحل البحر المتوسط مباشرة، مش موجودة على خلجان زي الشواطئ الداخلية. وبالتالي هي شواطئ خطيرة في حالة النوة والأمواج العالية، لأن بيبقى فيه دوامات سحب، وساعات كتير المحافظة بتقفلها خوفا على حياة المصطفين.
شواطئ جميلة وروعة لكن بحر مفتوح، ناخد بالنا وننزل في شواطئ يكون فيها انقاذ. عدد كبير جدا من الشواطئ موجود جنب بعض، كلها نفس المية، الاختلاف بيبقى في تجهيزات الشاطئ، وعشان كده بنلاقي الاسعار بتتراوح بين 80 جنيه لغاية 200 جنيه للشمسية والاربع كراسي، لكن الغالبية العظمى الشمسية والاربع كراسي ب 100 جنيه. حبيبي صباح الفل، كل سنة وانتم طيبين. صباح الجمال. بحر اخباره ايه؟ بحر اخباره ايه؟ ماشي. احنا دلوقتي في البلد في نص كورنيش مطروح تقريبا. عايز اوريكم الشواطئ الداخلية اللي كلها تعتبر شواطئ آمنة. مساحة الرملة في اقصى اليمين ده شاطئ رومل شبه جزيرة، هنروحه دلوقتي. وبعدين بنلاقي في اخر الكورنيش شاطئ الهنا عند حلقة السمك والمينا القديم. بعديه بيقابلنا 5 ألسنة داخل البحر. الشاطئ اللي تحتينا ده شاطئ الواحة، شاطئ خاص. ده شاطئ الليدو، جنبيه شاطئ المشير، شاطئ تابع للقوات المسلحة. في أقصى الشمال فنادق البوسيت، وأخيرا شبه جزيرة الغرام اللي كنا فيه. عرفنا شواطئ البلد والشواطئ القريبة. تعالوا نكمل جولتنا ونروح شاطئ رومل. شاطئ رومل شبه جزيرة، وزي شاطئ الغرام ممكن نروحه بالمعدية أو بري. المعدية هنا مركب شراعي في منتهى الجمال، وده المنظر والمركب داخلة على الشاطئ، مفيش أروع من كده. شاطئ رومل من الشواطئ الجميلة وأكتر شاطئ مناسب للأطفال، وزي ما حضراتكم شايفين الأطفال هنا هايصين ما شاء الله، يقدروا يدخلوا المسافات كبيرة بأمان تام. تعالوا نروح بري ونشوف الشاطئ من اوله لاخره. الشاطئ كبير وهما بيفرشوا الشماسي من بدري، لكن افضل اماكن تقعد فيها هي اللي في اخر اللسان. راس شبه الجزيره اكيد افضل وانضف ميه في الشاطئ، فيفضل ان حضراتكم تدخلوا تقعدوا في اخر الشاطئ، وافضل مكان هو شاطئ اللاجون. رومل هو اسم القائد العسكري إرفين رومل، قائد القوات الألمانية في شمال أفريقيا. في 1941 تم تكليفه بدعم القوات الإيطالية في شمال أفريقيا، وحقق رومل أقوى وأعظم الانتصارات. عرف بثعلب الصحراء، تعرض لإصابات متعددة في الحرب العالمية الأولى والثانية، مات أو بمعنى أصح انتحر في 14 أكتوبر 1944. في الموقع هنا داخل الشاطئ كهف كان رومل بيقود منه العمليات. تم تحويل الكهف دوت لمتحف زي ما حضراتكم شايفين، وحطوا فيه بعض من ملابسه العسكرية اللي كان أهداها ابنه للمتحف، وبيوجد بعض الخرائط وبعض الأسلحة من الحرب العالمية. رومل بيعتبر أسطورة عسكرية ومن أعظم القادة العسكريين في القرن العشرين. شاطئ الهنا هو الشاطئ الموجود على كورنيش مطروح، شاطئ طويل واخد من عند المينا القديم لغاية المديرية. من الشواطئ الجميلة، وكمان في ميزتين. الميزة الأولى إنه قريب من السكن، وبالتالي حضرتك مش محتاج تركب وتروح وتيجي. الميزة التانية إنه شاطئ مجاني، يعني بلا أسوار، ممكن تدخله وتستخدم الشاطئ، وبتدفع بس في حالة إيجار شمسية وكراسي. أسعار الشمسية والأربع كراسي 100 جنيه، وفي عز الموسم يقول لك صف أول 150 وتاني 100 جنيه. الشاطئ آمن ومناسب للأطفال، وفيه كل الأنشطة البحرية اللي أنت عايزها. وشاطئ الهنا ممكن تقضي فيه فترة الصبح على الشاطئ نزول مية، تاخد كفايتك وتروح السكن، تروق على حالك، وبعدين تروح بقى شواطئ الزيارة زي عجيبة أو كليوباترا، تروح من بعد العصر لغاية المغرب. شاطئ الهنا كمان في ميزة تالتة، إنك تقدر تيجي وتقعد على الشاطئ بالليل لوقت متأخر، لأنه بيقلب كافيه، والقعدة على البحر بالليل مفيش أروق ولا أجمل من كده. نسيب بقى شاطئ الهنا ونروح نشوف آخر شاطئ معانا. هنروح بقى المرة دي شرق علشان نشوف واحد من أجمل الشواطئ هناك.
لو عايز تروح شواطئ شرق مواصلات بتروح تركب من الموقف الموجود في شارع عالم الروم قدام كبدة عرابي. 3 شواطئ مهمة شرق مطروح: شاطئ مينا حشيش وشاطئ عالم الروم. عند محطة تحلية مياه مطروح محطة الرميلة بنلاقي شاطئ الرميلة، شاطئ من الشواطئ الشرقية المميزة. زي ما حضراتكم شايفين لون ونقاوة المية. كل شواطئ مطروح جميلة، لكن اللي اخترناهم لحضراتكم هم الأجمل والأميز. إن شاء الله مرة تانية نفرج حضراتكم على باقي شواطئ المحافظة الساحلية الأجمل في مصر، الأجمل بشواطئها وبحرها والطبيعة اللي فيها. مصر كلها جميلة، وجولاتنا وحكاياتنا هتخليكم تقربوا وتعرفوا أكتر مصر وشعبها. اشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.